ولا لو كنت دخلت البيت ولا عملت، ما فيش حد في البيت خالص. ده هو اسمه احمد محمد محمود. مش حرام عليك، كل حاجه هتبان. والله العظيم قسما بالله ما اعرفه، والله ما شفته الا هنا، والله ولا انا قتلت ولا انا شزيت. دي بلاوي ما تتلقى عليا، وان شاء الله ربنا هينزل حقه وهطلع منه. القضية دي من بشاعتها خلت جهات التحقيق والقاضي ما ياخدوش بالهم من الثغرة اللي فيها. عشان كده القضية دي هزت الرأي العام في مصر مرتين، مرة سنة 2014 ومرة سنة 2020. والسؤال المهم، يا ترى ايه أصل الحكاية؟ لكن قبل ما نبدأ حضر مشروبك وحط السماعات، ولو جاهز يلا نبدأ قصة النهاردة. قضية النهاردة من محافظة المنيا، وتحديدا في عزبة الأمادير التابعة لمركز صملوط. تبدأ القصة يوم 22 مايو سنة 2014 لما كل أهل القرية بيصحوا على صوت صويت، ويتعرف وقتها إن خلود أنهت حياتها. بس مين هي خلود وإيه اللي حصل معاها ده اللي هنعرفه، فخليكوا جاهزين لمجموعة مفاجآت وخطة اللي رسمها إبليس يتعلم منه. بس في الأول وكالعادة عايزين نصلي على النبي، وخليك فاكر إني بسرد عليك الأحداث بأدق تفاصيلها عشان أعيشك كل لحظة فيها، وإن الغرض مش الإطالة. نرجع بالتاريخ ونتعرف على الأشخاص والأحداث. وأول شخص هو زوج خلود، شاب مغترب وسايب مراته في شقة الزوجية، واللي المفروض إن يكون ده أأمن مكان ممكن يسيبها فيه، وبالأخص إنه ده بيت عيلة، يعني وسط أبوه وأمه وإخواته. وبالمناسبة هم مش غرب عنها لأنه جوزها يعتبر ابن عمها. أما بالنسبة لخلود فهي إنسانة محترمة وبنت ناس، وعمرها وقت أحداث القصة كان 18 سنة، وكانت حامل وتقريبا في شهرها الثامن. وطبعا خلود ليها شقتها الخاصة في بيت العيلة، بس طول فترة غياب جوزها كان استخدامها للشقة وقت النوم وبس، لأنها طول اليوم كانت قاعدة مع حماها وحماتها وإخوات جوزها. وخلود اتجوزت في سن صغير وهي لسه في ثالثه ثانوي، والوقت ده في احداث قصتنا كان وقت امتحانات، وتحديدا يوم 21 مايو سنه 2014. خلود في اليوم ده خلصت امتحاناتها وراجعه من المدرسه على البيت، بتتصل بجوزها عشان تستأذنه انها تعدي على والدها ووالدتها لانهم وحشينها، لكن الزوج رفض وصمم انها لازم ترجع للبيت. وخلود وقتها فعلا بترجع للبيت عشان تاخد دش وتغير هدومها، عشان المعتاد اليومي انها بتنزل تتغدى مع اهل جوزها. لكن بعد ما طلعت شقتها اتأخرت لفتره كبيره، ويجي ميعاد الغدا وخلود ما نزلتش، ويمر الوقت لحد بالليل ولسه خلود ما نزلتش. والارجح انها اكيد جايه من الامتحانات تعبانه، بالاضافه للحمل وحر الصيف، فاكيد خدت دش ونامت. وعلى الاساس ده سابوها تكمل نوم ومحدش طلع لها ولا ازعجها. بس تاني يوم الصبح الموافق 22 مايو سنه 2014 الكل بيسمع صوت صريخ جاي من بيتهم. الناس اتلمت عشان تفهم ايه اللي حصل، ويتفاجئوا بان حماتها وبناتها بيقولوا ان خلود انهت حياتها بايديها. ومن هنا عاوزك تخلي بالك من التفاصيل وتركز كويس، لان خلال سرد الاحداث انت بنفسك هتكتشف الجاني وتكتشف اللي التحقيقات ما قدرتش تكشفه. في البداية وقبل مرحلة التحقيقات، أثناء معاينة مسرح الواقعة واستجواب أهل البيت، حماد خلود بتقول إنها أنهت حياتها بنفسها. لكن بعد المعاينة المبدئية لمسرح الواقعة الشكل العام بيقول إن القضية دي أبعد ما يكون عن الاحتمال ده، وده لأنهم لقوا خلود عايمة في بركة حمراء ومضروبة بأداة صلبة على دماغها ومخنوقة بسلك الدش، والأكتر من كده إنها واخدة أكتر من طعنة في أماكن متفرقة في جسمها، وكمان جرح قطعي في الرقبة من الوريد للوريد. ودي كلها حاجات ظاهرية ومتشافة، يعني قبل عرض الجثمان وفحصه من الطب الشرعي، لان بعد فحص الجثمان من الطب الشرعي هتظهر مفاجأة حرفيا هتصدمك. بس السؤال دلوقتي من الشكل الظاهري، مين اللي ممكن يعمل كده؟ وخد بالك ان اللي نفذ كل ده ما كانش عنده اي نوع من الرحمة، خصوصا انه واضح جدا ان خلود كانت حامل، فهو اكيد عارف انه كده بيقضي عليها وعلى جنين في بطنها، والاسلوب ده اكيد اسلوب حد بينتقم. عشان كده كان مستحيل ان الشرطة او اي حد عاقل يصدق ان خلود تعمل كده في نفسها. والسؤال المهم، مين الجاني وايه الدافع؟ ومن اللحظة دي تبدأ التحريات ويبدأ البحث الجنائي في البحث على أي أدلة مادية اللي من خلالها أكيد هيوصلوا للجاني. بس ما لقوش في الشقة أي بصمات غريبة عن أهل البيت، وكمان ما فيش أي سلاح اللي من المحتمل يكون تم استخدامه في الحادثة. ما كانش فيه غير سلك الدش اللي كان ملفوف حوالين رقبتها. لكن بعد البحث لقوا دليل مهم وكان يعتبر طرف خيط واللي قامت عليه القضية. لقوا بصمة مدممة على الحيط فوق مكان الجثمان، وكانت عبارة عن كف كامل مطبوع بالأحمر، وأكيد هيتم فحصه ومعايير
معرفة شخصية الجاني. والحين معرفة مين صاحب الكف ده كانت التحقيقات شغالة مع أهل خلود وأهل الزوج. أهل البنت قالوا إن ولا هم ولا بنتهم ليهم أعداء ولا حتى مشكلة من أي نوع مع أي حد، بس قالوا حاجة مهمة، إن خلود اشتكت أكتر من مرة من أخو جوزها الكبير واللي اسمه علاء إن هو بيبص لها بصات غريبة وطريقته معاها مش مريحة، وإن الموضوع ما وقفش عند المرحلة دي وبس، لأنه فعلا حاول معاها بس هي صدته أكتر من مرة. وكان رد فعل أهلها إنها تتجنبه وملهاش دعوة بيه وتقفل عليها بابها، وإنه لو زودها معاها ساعتها هيتدخلوا، لأن الكلام ده ممكن يسبب خسارة بينك وبين جوزك وأهل جوزك. الشرطة جابت علاء كمشتبه فيه علشان تحقق معاه، بس سابوه بعد كام يوم. أولا لأنهم ملقوش أي دليل مادي يربطه بمسرح الواقعة، وإنه ما كانش موجود في البيت أصلا في اليوم ده. وثانيا وده الأهم، إنهم بعد القبض على علاء بيعرفوا مين صاحب الكف. ومش بس كده، ده اعترف على نفسه اعتراف كامل. بس المفاجأة ما كانتش في الاعتراف ولا في شخصية الجاني، المفاجأة والصدمة كانت في التقرير النهائي للطب الشرعي. الأدلة الجنائية بعد حوالي 20 يوم قدرت تثبت إن بصمة الكف راجعة لشاب صغير في السن اسمه حمدي، وحمدي ده يبقى الأخ الأصغر للزوج، وإن خلود تم الاعتداء عليها بعد وفاتها. ولو فاكر إن دي أحقر حاجة في القضية، فلسه لما تعرف مين شريكه وإيه الدافع. لما جابوا حمدي للتحقيق اعترف اعتراف تفصيلي، وقال لهم إنه ما كانش لوحده وكان معاه شاب من بلد قريبة منهم واسمه أحمد، عمره 36 سنة ومتجوز وعنده طفلين وبيشتغل كهربائي، وكان شغال بقاله أسبوع في البيت اللي جنبهم واللي يعتبر بيت عمه. وعلى مدار الاسبوع ده شاف خلود وعجبته، فعرض على حمدي انهم يدخلوا شقة خلود ويسرقوها. والسؤال دلوقتي ايه اللي يخلي حمدي يوافق على طلب احمد؟ حمدي قال انه وافق على الكلام ده بس تحت التهديد، لان كان بينه وبين احمد علاقة شاذة، واحمد وقتها هدد حمدي انه لو ما سمعش كلامه هيفضحه في البلد كلها. حمدي اعترف اعتراف تفصيلي وقال ان هم يوم الواقعة ما بين الساعة 2 والساعة 3 بعد الظهر هو واحمد الكهربائي دخلوا البيت من ورا وطلعوا شقة خلود وكسروا باب الشقة، وبمجرد دخولهم سمعوا صوت خلود جوه الحمام. فاحمد استخبى في اوضه النوم وكان ماسك في ايده عصايه ومعاه في جنبه سكينه، واول ما خلود طلعت من الحمام ضربها على دماغها، ونتيجه الضربه دي خلود اغمى عليها. واثناء ما كانوا بيدوروا في الشقه على ذهب او فلوس او اي حاجه يسرقوها فاقت وشافتهم، فانهال احمد عليها بالضرب والطعن، وبعدها لف سلك الدش على رقبتها وجاب رقبتها من الوريد للوريد. احمد ما اكتفاش بكل ده، لانه بعد ما اتاكد ان هي توفت اعتدى عليها اعتداء جسدي كامل. وبعد ما خلص هربوا من البيت بنفس الطريقة اللي دخلوا بيها، وزي ما يكون أحمد ده اجتمعت فيه كل الصفات الشيطانية. تم القبض على احمد الكهربائي، ومن اول لحظه في التحقيق معاه وهو بينكر كل حاجه، وان ملوش اي علاقه بالحكايه دي ولا حتى يعرف حمدي، وان اول مره يشوفه بعد القبض عليه ومواجهته بيه. وبعد المواجهه واعتراف حمدي الكامل كلام احمد ما كانش ليه اي قيمه، وبناء عليه يوم 9 اغسطس سنه 2015 تم الحكم على احمد محمد محمود يوسف بالاعدام، وعلى حمدي بالسجن لمده 10 سنين لانه حدث. وبعد الاستئناف تم تخفيف الحكم لمده 2 سنين. بس الفيديو اللي هعرضه على حضراتكم ده كان اثناء مواجهه حمدي واحمد في وقت التحقيقات، ولو ركزت فيه هتلاقي حل اللغز اللي التحقيقات والقاضي ما انتبهوش ليه، وحاولوا تركزوا في كل كلمه فيه لان تحليله هيحل اللغز. ولو فاكر ان القضيه انتهت على كده، فاحب اقول لك ان القضيه لسه هتبتدي. انت تعرفوا مين ده؟ تعرفوا مين ده؟ بيقول ما يعرفنيش. ده هو اسمه أحمد محمد محمود، شغال جبان. قال ناخد الدهب منه، جا طلعنا فوق، قال زق الباب، زقيته، جا قال اوعى كده، زق هو فاتح الباب. وانت كنت تقدر تقول له لا في الوقت ده ولا هددك بايه؟ هددنا لما عمل لي جلتاتا. ايه؟ لما عمل لي جلتاتا فهددك ان هو هيفضحك يعني. ايوه قال هفضح. وهو للاسف يعني نظرا للعلاقه الشاذه اللي بينكم مش قادر ان هو يقدر يتكلم معاك او يقدر يقول لك لا، علشان عايرته وقلت له هددك هفضحك في البلد. وقال لك استنينا لغايه ما دخلت استحمت وغيرت هدومها وطلعت بلبس خفيف خالص عشان قاعده براحتها وهي في الشهر الثامن، وانت كان معاك عصايه خبطتها على دماغها، اغمى عليها، شلتها وجرتها. كله ده هيمثل الطفل اللي عنده 14 سنه. يا فندم سيادتك كل الكلام ده مش مظبوط. انت قتلته 2، الست دي اللي عندها 18 سنه واللي ببطنها اللي عنده 18، ويا ريتكم موتوها انتوا كمان بعد كده اغتصبتوها. الله اعلم هو اغتصبها لوحدك ولا انت اشتركت معاه في الاغتصاب؟ لا ما اغتصبتش، ما تبلتش عليك، ده كله حاصل. يا فندم سيادتك مش في بصمات البصمه موجوده بتاعته هو. ايوه ماشي. طيب انا ماليش اي علاقه ولا دخلت المكان. شاهد عليك يا شاهد عليا ازاي؟ ده بيتبلى عليا. يعني احمد بيقول انا اول شغلانه ليا في البلد وما اعرفوش. طب ايه مصلحه حمدي انه يلبس احمد معاه في حاجه زي كده؟ دي حاجه. تاني حاجه، حتى لو هو مش معاه في حد هيلبس نفسه في حاجه مش بتاعته.
في البداية ده واحد بقاله أسبوع شغال في بيت جنبكم، فإيه نسبة احتمالية إنكم تتعرفوا على بعض ويحصل ما بينكم علاقة من النوع ده؟ النقطة التانية إن لو أحمد هدد حمدي عشان يطلع البيت، فكان الهدف إنه يسرق ولا يعتدي على خلود؟ وليه لما حمدي شاف في إيد أحمد سلاح وإنه بيعمل كده ما منعهوش؟ وإيه اللي يخلي بصمة حمدي هي اللي على الحيط في حين إن مش حمدي هو اللي خلص عليها؟ ودي مش بالغلط، ده كف مطبوع على الحيط زي ما يكون مقصود. وإزاي طلعوا ودخلوا في عز الظهر من غير ما حد يلاحظ دخولهم أو خروجهم؟ حمدي قال إنهم دخلوا البيت من ورا وكسروا باب الشقة، في حين إن الكسر كان في باب البلكونة. ده غير إن مفيش أي تحريات اتعملت عن مكان تواجد أحمد لحظة الواقعة، ولا حتى كشف طبي على حمدي يثبت وجود العلاقة دي ما بينه وما بين أحمد. ضيف على كل ده حالة الثبات الانفعالي والثقة اللي كان حمدي فيها، في حين إن المفروض حد في سنه ده اللي هو 14 سنة يكون خايف ومرتبك. والدليل الدامغ والأهم إيه هي نسبة إن حد يكون عارف اسم جاره الرباعي؟ فما بالك بقى إن أحمد أصلا مش جاره وغريب عن المكان. والأكتر من كده إن حمدي حافظ اسمه رباعي. وقتها من بشاعة القضية وشهرتها إعلاميا فما كانش فيه أي محامي راضي يقبل ورق القضية أو حتى يعمل استئناف على الحكم لصالح أحمد، ويتنقل أحمد من السجن لعنبر الإعدام ويلبس البدلة الحمراء. ولمدة 2000 يوم حسب ما ذكر موقع الوطن أحمد كان لابس البدلة الحمراء ومنتظر تنفيذ الحكم. 6 سنين بيمروا على أحمد وهو حرفيا بيموت فيهم كل يوم لحد ما بتحصل المعجزة. فمن أول وجديد تعالى نرجع فلاش باك عشان أحكي لك السيناريو الصح، وبالمرة أعرفك على الشيطان اللي رسم الخطة الكاملة. قبل ما نعرف السيناريو الصح والخطة اللي اترسمت، خليني أقولك إن التدبير الإلهي هو اللي أنقذ أحمد وفسر كل اللي حصل وكشف الجاني. والبداية كانت عند شخص من قرايب أحمد ليه معرفة وصداقة بمحامي اسمه أسامة الجمل. والشخص ده كان طلب من المحامي أكتر من مرة إن هو يطلع على أوراق القضية، بس كان بيعتذر ويقول له إن هو مشغول. وفي الحقيقة يا أستاذ أسامة كان عنده الانطباع اللي الكل أخده عن أحمد، لكن مع إصرار قريب أحمد المحامي وافق إنه يطلع على القضية، وهو متأكد إنه هيرد عليه إن مفيش سبيل لنجاة أحمد أو الاستئناف. بس وقتها حب إن هو يريح الشخص ده ويريح ضميره في نفس الوقت. لكن لما فتح ملف القضية غير رأيه تماما، لأنه شاف إن مفيش دليل إدانة واحد على أحمد غير اعتراف حمدي، وبقى عنده قناعة تامة إن في خطة اترسمت عشان أحمد هو اللي يشيل القضية. وده اللي دفعه إن هو يتحرك ويعمل تحرياته الخاصة. وتحرياته بدأت بأحمد نفسه اللي اتأكد منها إنه شخص سمعته كويسة ومحترم ومتدين، ومحدش شاف عليه أي حاجة غلط قبل كده، وكل اللي حواليه واللي يعرفوه مستغربين من اللي حصل معاه. وعمل تحرياته عن حمدي واهله وباقي اخواته، وكمان عن اهل الزوجه، ورجع لمعاينه الشرطه لمسرح الجريمه. واثناء تحرياته عرف ان اهل الزوج ما حضروش دفنه خلود ولا عزاها. والاغرب ان في واحد من اخوات الزوج راح لبيت عم خلود يوم الواقعه، وكان باين عليه انه مرتبك ومش في حالته الطبيعيه. الغريب انه قعد عندهم فتره طويله بدون اي مبرر، وده اصلا مش المعتاد للشخص ده، لدرجه ان زيارته طولت وبقت ممله، وزي ما يكون عايز يثبت ان هو قضى اليوم عندهم. والشخص ده يبقى الاخ الاكبر علاء اللي الشرطه افرجت عنه. علاء ده اخو كان معايا في البيت عندي هنا. في صلاه العشاء كان النور قاطع، كان عندي على اخو الزوج. اخو الزوج اللي انت بتشكي منه هو بيبص له بصات. كان عندي في صلاه العشاء. اما كان جابني عند بيت اخويا فرج. اما اقول له ما صليتش العشاء، قلت له انا هصلي في البيت. قال طب تعال اقعد معايا شويه عند بيتنا. قلت له لا، تعال انت نشرب نفس معسل عندنا في البيت ونسهر مع بعض شويه. راحوا النور قاطع، قعدت معايا شويه وصار معايا وكل بلح وشرب شو ومشي. وهو نازل نزلته بالعافيه، ما كانش عايز يمشي من عند البيت، عايز يثبت مكان وجود. الله اعلم. ده علاء مش حمدي الجد، هو علاء الكبير. اما بنتكم قالت لكم اكتر من مره ان اخو الزوج بيحاول معاه، انتوا ما خدتوش بنتكم عندكم ليه؟ بتقول لها يا بنتي خليكي عشان تعاشش في بيتك، تعاشش في شقتك. أستاذ أسامة كون صورة منطقية عن اللي حصل وقدم استئناف وتم قبوله، وقدر يفتح ملف القضية من تاني وطلب إعادة فتح التحقيق مع حمدي ومع الأخ الأكبر علاء. وبالتحقيق مع علاء الأخ الأكبر للزوج أنكر وفضل مصمم على الإنكار، لكن التحقيق مع حمدي هو اللي كشف كل حاجة. ولأن كان عدى 6 سنين على الواقعة، فالكلام اللي كان حافظه حمدي وبيردده في التحقيقات كله اتنسى، وبدأ يكون في تناقض في أقواله، وبالضغط عليه اعترف بكل التفاصيل. بس هنشيل منها أحمد ونحط علاء، يعني اللي عملها حمدي وعلاء إخوات الزوج اللي المفروض هم اللي يحموا مرات أخوهم. وبرضه هيفضل السؤال، إيه هو الدافع ورا فعلتهم؟
والحقيقة إن الدافع كان عند علاء لأنه كان متقدم لخلود زمان قبل أخوه، لكن خلود كانت رافضاه وكانت ميالة لأخوه الأصغر منه، وأخوه الأصغر منه ده اسمه مصري اللي فكر إن الموضوع عدى عليه سنين وانتهى بالنسبة لعلاء. ولما حصل نصيبه واتجوزها مصري، علاء شاف إن هي فضلت عليه أخوه اللي أصغر منه، وبدل ما يرضى بالنصيب وإن دي بقت مرات أخوه يعني في مقام أخته، العكس هو اللي حصل، وكان بيحاول معاها كتير في غياب أخوه وعايز يجرها للغلط بأي شكل. ومع رفضها وصدها كتير ليه، فكر علاء إنه يعتدي عليها بالقوة وإنه يخلص عليها لو فكرت إن هي تفضحه. واعترف حمدي وعلاء بكل تفاصيل الواقعة اللي هي كانت نفس التفاصيل اللي حكاها حمدي أول مرة، بس كان حاطط أحمد مكان علاء أخوه. وهنا هنيجي لآخر صدمتين، واللي أولهم إن اللي حصل ده كل اللي في البيت كانوا عارفينه. حمدي وعلاء قالوا انهم بعد ما خلصوا نزلوا من شقة خلود، وحمدي حكى لأبوه وأمه على كل اللي حصل، وردت فعلهم وقتها انه ما يجيبش سيرة لأي حد، والأم وبناتها مش هيقولوا أي حاجة، وطلعت هي وبناتها عشان ينظفوا الشقة ويمحوا أي دليل يكونوا سايبينه وراهم، وتاني يوم الصبح يصوتوا ويقولوا ان خلود هي اللي أنهت حياتها بنفسها. وهنا الصدمة الأخيرة بظهور الشيطان اللي اتجسد في شخصية محامي، واللي لغى الفكرة دي من دماغهم وخطط ولفق القضية لأحمد. لما حكوا للمحامي اللي حصل، قال لهم ان مفيش حد يقدر يحدث الإصابات دي في نفسه بنفسه، وانهم لازم يشوفوا حد غريب عن البلد يكون نزل البلد واتشاف فيها يوم الواقعة، وحمدي هيعترف بكل حاجة هو عملها بدون ما يغير أي حاجة، وده عشان ما يتلخبطش لما يعيد أقواله أكتر من مرة. بس بدل ما يقول ان علاء أخوه هو اللي كان معاه، هيقول ان كان الشخص الغريب ده هو اللي كان معاه، ولأن حمدي لسه صغير وحدث فهياخد حكم مخفف وأنا هطلعه منها، لكن علاء لو اتكشف أكيد هياخد إعدام. وعلشان تكون الرواية منطقية ومقبولة، هنقول ان الشخص ده كان بينه وبين حمدي علاقة شاذة، والجاني هدد حمدي انه هيفضحه لو ما ساعدوش، وده هيزود من بشاعة الجرم عند جهات التحقيق وعند القاضي، فبالتالي مش هيدوروا كتير على الأدلة المادية، يعني بلغة القانون بشاعة الجرم أضعفت قوة الدليل. وفعلا ده اللي حصل، ومشيت القضية زي ما المحامي خطط لها، واحمد بيضيع من عمره 6 سنين ما بين السجن وما بين عنبر انتظار الإعدام، لدرجة انه كان بيدعي ربنا ان هو اللي يكون عليه الدور علشان يخلص من عذاب الانتظار. لمجرد انك تتخيل نفسك مكان احمد مش هتقدر تستحمل الاحساس ده، غير صدمته انه فجأة بقى متهم باعتداء وقتل وشذوذ من طفل حرفيا عمره ما شافه قبل كده. بس اخيرا احمد بيترد له اعتباره وبتظهر براءته من جميع التهم المنسوبة اليه، والحقيقة ان مفيش ولا مصدر ذكر ايه اللي تم مع المحامي ولا حمدي اللي المفروض ان محاكمته تتعاد مرة تانية لتضليل العدالة، والاهم الاسرة اللي بالكامل اللي ما فيهاش حد عنده قلب ولا ضمير، وكأن اللي راحت دي مش مرات ابنهم ولا اللي كان في بطنها ده حفيدهم. هنتظر رأيكم في الكومنتات، ربنا يرحم خلود ويصبر أهلها. يا ريت تكتبوا لنا عايزين نتكلم عن ايه الفترة الجاية، ولايك وشير وكومنت يدعمنا لو عجبك المحتوى. ولحد هنا ينتهي دوري عند السرد وبس، أما الحكم في الأول وفي الآخر فهيكون ليك. دمتم في أمان، سلام.